صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآل بيته الطاهرين. أخي لو سمحت، بالنسبة للدليل صحيح الكليني، شايف صحيح الكليني، حط عندك صحيح الكليني الجزء الخامس صفحة 132، يعني منكم فيكم حتى ايش، عن إبراهيم عن محمد بن أبي أحمد الوزير عن حيدر بن علي عن علي بن رفيق الهاشمي عن الأحمدي قال: سمعت محمد بن أبي بكر يقول: ما خرجت عائشة إلا للإصلاح في حرب الجمل. الحديث السيد صحح الحديث السيد أبو صادق البدري في كتابه إحقاق الحق في ثقات حديث الحق صفحة 120، قال: هذا الحديث صحيح، شايف، رجال ثقات. والأحمدي هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الأحمدي العالم الجهبذ رضوان الله عليه، من أصح كتب الشيعة. تقول أن أمنا عائشة خرجت للإصلاح. أخي ارجع لهؤلاء الحديث، أنا مو أكثر عليك، في عندنا أكثر كمان، اقرأ لهم يعني الحديث هذيلا، ارجع لهم، حتى إنك ما تقول يعني إنه إحنا نجيب شيء من عندنا. إحنا إذا مثلا لو نحن من عامة الناس، ولكن إذا سمعنا حديثا أو سمعنا يتكلمون نعرف أنهم صار يكونوا نسمع لهم. فأنتم اليوم تقولوا ولا شيعي يقول هذا الكلام، أتت للفتنة. هذا صحيح الكليني أمامك، لم نكتبه نحن السنة ولا يكتبه أي إنسان السنة، والكليني من المختارين، ولم يتجرأ أحد أن يكذب عليه. هذا هو صحيح الكليني الجزء الخامس صفحة 132. راجعوا هذا الكتاب يا أخي العزيز، راجعوا هذا الكتاب، ومن ثم قولوا لنا نحن لا نريد أن نظهر الحقيقة. راجعوا هذا الكتاب. أتت للإصلاح. يقول لي الأخ الشمري الله يسهل عليه، يقول إنه البصرة ما فيها شيء مشان تصلح بين أهل البصرة. نعم، ذهبوا قتلة عثمان بن عفان إلى البصرة. لا بعد إذنك، معذرة على هذه النقطة الحمراء أو الوردة الحمراء، أنا أطلب منك أخي الكريم أن تعيد لي، جزاك الله خير. إذا تسمعني انطيني رقم 1، أريد أن تعيد لي السند حتى أتثبت من رجاله، جزاك الله خير. بس أريدك تعيد لي السند مرة ثانية. تسمعني إن شاء الله أخي الكريم؟ نعم، تفضل لك المايك. أعد لي السند بالضبط، جزاك الله خير أخي الحبيب. السند أريد أن أسمع حتى أثبت الرجال عندي وأطلع الكتاب الكليني وأتحقق منه، جزاك الله خير. تفضل لك المايك أخي الكريم، تفضل لك المايك. صحيح الكليني الجزء الخامس صفحة 30. صحيح الكليني صفحة 132. إليك المايك. الكليني الجزء الخامس صفحة 130. عن إبراهيم عن محمد ابن أبي أحمد الوزير عن حيدر بن علي عن علي بن رفيق الهاشمي. سمعت محمد بن أبي بكر يقول: ما عائشة إلا للإصلاح في حرب الجمل.
أبو صادق البدري في كتابه، انتبه للكتاب، كتاب أبو صادق البدري مصحح هذا الحديث في كتابه إحقاق الحق، إحقاق الحق في ثقات، شايف؟ في ثقات حديث الحق الجزء الرابع. هذا كتاب من؟ هذا كتاب أبو صادق البدري، إحقاق الحق في ثقات الرابع، كتاب أبو صادق البدري الجزء الرابع صفحة 120. هذا الحديث طبعا الأخير هذا ما في داعي حتى نذكره. أما شوف اللي فوق هذه، شايف؟ الحديث صحيح الكليني الجزء الخامس، واللي صححه بعد إله أبو صادق البدري في كتابه إحقاق الحق. انتبه يا أخي، لا أحد يفتري عليكم، لا أحد يفتري عليكم، لا أحد يستطيع. والكليني عندكم بعد القرآن، انتبه، جزاك الله خير. واقرأ ودور على الحق، من يذهب إلى معرفة الحق الله ينصره، والحق معه إن شاء الله. الإطلالية المنتخبة الله أكبر.